السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أحباب في كل بيت وفي كل مكان وفي كل محافظة. النهارده إن شاء الله ميعادنا مع الحصة الإكسترا، الحصة الإضافية الأسبوعية. إحنا كل أسبوع أو أسبوعين بننزل لحضرتك حصة زيادة، حصة إكسترا، حصة إضافية. تقدر في الحصة الإضافية دي إن أنت تجمع معلومات جديدة، تجمع أفكار جديدة، تسمع أسئلة جديدة. كل ده حاجات جديدة، حاجات مش هشرحها في السنتر بس هدي سمري عليها في السنتر. زي كده بالظبط لما بشتغل جوه السنتر بدي سمر عليها في حصه الهوم ورك. طب دلوقتي الحصه دي اضافي. طب مستر ليه كده؟ منهجك كبير، في افكار كتير، في تطبيقات كتير، في حاجات لازم تشوفها بعينيك، حاجات لازم تسمعها وتشوفها مع بعض عشان تتخيلها. فكل ده عشان كده بنعمل الحصه الاكسترا الخاص بيك. هنتكلم مع بعض عن حاجه اسمها السبيسيفيك هيت، الحراره النوعيه. هنتكلم مع بعض على اجزاء. طبعا احنا بنحاول نسابق الزمن، فبنكون اوريدي صورنا الفيديو مصورينه ومخلصين لحضرتك عشان نكونوا بشكل كبير جاهزين ليك في اي لحظه ننزل لك الفيديو اللي انت محتاجه في الحاجه اللي انت محتاجها. دي الحصه الاكسترا الاولى لينا، دي الحصه الاضافيه الاولى لينا. لو سمحت يا سينيور 1 مفيش حد يجي الحصه يعمل حسابه ان الامتحان هيكون على حصه السنتر بس، لا، على حصه السنتر والحصه الاكسترا اتفرج عليها. لو ليك زميل معهوش اللينك البرايفت بتاع اليوتيوب بتاعنا ابعت له اللينك البرايفت وقول له اتفرج على الحصه دي هتفيدك. هتيجي الامتحان هتلاقي فيها اسئله، وكمان لما تيجي الحصه هتلاقيني بدي سمري عليها سريع وبطبق عليها. فانا كده اكون وفرت وقت، وفرت مجهود، زودت حل، وبكده اكون افدتك. شكرا جدا. يلا بينا رجاله نكسر الدنيا. بصوا بقى، الحته اللي جايه دي هي مشكله يا مستر. مشاكل مفيش حاجه والله العظيم، موضوع بسيط. مشكله الجزئيه اللي جايه وهي معتمدة على الولاعة اللي في ايدي دي. لو فهمت الميكانيزم اللي هيحصل دلوقتي قدامك هتقدر انك تفهم الجزء اللي جاي او الجزئية اللي جاية كلها كاملة. ماشي، انا هطلع بره الكادر وهتكلم معاك كلمتين قبل ما تشوفني. احنا النهارده هنتكلم ان كل مادة ربنا خلقها مالها يا عم الحاج؟ ليها تاخد كمية حرارة معينة عشان تسخن. واحدة واحدة كده وعلى هاتي. يبقى كل مادة عندي محتاجه كميه حراره معينه عشان تسخن. ما قلتلكش تسيح، بقول لك تسخن. مشكله الدرس ده ان هو عمل ايه؟ دخل في الدرس على طول، وكان الدرس ده عندكم في اولى ثانوي كيمستري اساس بيز، ليه قواعد، ليه تفاصيل. هو دخل في الصمام على طول من غير تفاصيل، وده بيعتمد ان انا اقول لك التفاصيل عشان سيادتك تبقى عارف تشتغل. طب ماشي، واحده واحده. هنتخيل ان احنا قاعدين، يا عم مش قاعدين، تخيل ان احنا معانا ثانيه، احاول اشوف لك اي هنا ايه حاجه شبيهه. لا 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 لا، ان شاء الله هلاقي حاجه شبيهه اهو. ماشي، عايز حاجه حديديه، اصبروا اجيب لكم حاجه حديد. لوز العنب. بص يا رجاله، اهو ادي قلم حديد، شايفينه طبعا. ماشي، وادي شويه ميه صغيرين، اهم شويه ميه صغيرين خالص. ماشي، هسألك سؤال رفيع. قول يا مستر عمر. شوية المية الصغيرين دول أنا هعمل كده، حط المية دي هنا في الكيسة دي. متخافش متخافش، شوية مية كمان يا صباح، حبة من الروشين بس. ماشي، كمان بس. شكرا جدا. ادي مية موجودة في الكيس، وادي قلم حديد. أنا لو عملت كده وسخنت 1 2 3 4 5، حطيت ايدي هلاقي القلم سخن. ايه ده؟ ده سخن بسرعه، ده اقل كميه حراره بتسخنه. طب بص هنا، متخافش. 1 2 3 4 5. ايه ده؟ ده ما مسحش. لا نعملوها تاني. ما تقلقوش تجاربنا دي دايما تبقى مجربه 100%. 1 اهي الولاعه شغاله اهي، ها، عشان ما حدش يقول لك ايه. شفتني معلش، اصل الحديد هنا بيسخن بسرعه جدا، اقل كميه حراره هتسخنه وتنزعل في شفتك. ماشي، يلا 1 2 3 4 5. ايه ده؟ يا لهوي، ده مولع نار. ايه ده؟ ده بيولع ليه؟ ولسه بص بيسخن بسرعه قوي، بيسخن بسرعه قوي، اقل كميه حراره هتسخنه. يلا بينا، متقلقوش. 1 2 3
4 5. ايه ده؟ مسطار. ده ساعة. مسطار. ده ليه البلاستيك مسحش؟ مش عشان البلاستيك، انا لو جيت على البلاستيكه نفسها بص اللي هيحصل. يلا بينا. يلا بينا. دي ولعت بسرعه قوي. طب ليه لما عملنا كده هنا تلاقوش؟ يا نهار ابيض على الحلاوه، يا نهار ابيض على الشقاوه، تلاقوش. ليه يا مستر عمر لما عملنا كده هنا البلاستيك ده مسحش؟ نتيجه لوجود الميه. طب ليه لما عملت كده وما سخنش حتى؟ هنا بص سخن، انا ما لحقتش. بص 1 2 3 4 5 سخنت، سخنه سخنه. لكن هنا 1 2 3 4 5. ايه ده؟ الحق الحق. ايه دي ما سخنتش اساسا؟ اشمعنى؟ هنا الكلام بيقول لحضرتك لما انا كوبايه ودي ده يرجع مكانه. كل مركب خلق ربنا عندي على وجه الارض بيحتاج حراره معينه عشان يتسخن. تاني، كميه الحراره اللي انا بحتاجها عشان اتسخن كلنا شبه بعض. بص هقول لك، تعالى نقارن مع بعض بالبني ادمين. ابوك وامك، ابوك راجل كده عاقل وامك ايه متسرعه شويه. فانت تيجي تقول لها ماما الحقي دي فلانه قالت عليكي كذا. ماما تروح قايمه مين اللي قال عليا كده؟ هو فين؟ وتروح ماشيه. لا استنى، يبقى ماما سخنت ايه بسرعه، ما احتاجتش مجهود. طب تيجي على بابا، بابا فلان قال عليك كده يا بابا، يقول لك حصل خير يا ابني. فلان قال كده بابا، حصل خير يا ابني. فلان قال عليك كده بابا، حصل خير. بلاش تدمني يا ماما، حصل خير يا ابني. اخدت بالك من حاجه؟ عشان يسخن محتاج وقت ومحتاج مجهود. نفس الكلام في المركبات. المركبات عشان تتسخن، في مركبات بتسخن بسرعه زي مين؟ ما قلتلكش بتسيح، بقول لك في السخونيه. في مركبات بتسخن بطيء. طب تعالى اديك مثال حي من قلب بيتك. كلنا مركزين مع بعض، كلنا مركزين مع بعض لو سمحت. هجيب حله وهحط في الحله شويه ميه وهحط الحله على النار وعلى التايمر لمده دقيقه. سيب الحله على النار دقيقه وجواها ميه. عد كده 1 2 3 4 لحد ما توصل ايه اكنك عديت 60 ثانيه. اول ما الدقيقه تخلص اطفي النار، شيل الحله، حط ايدك على الحديد من تحت هتلاقيه مولع. ايه ده؟ طب حط ايدك في الميه من جوه هتلاقيها ساقعه زي ما هي لسه ما سخنتش. ايه اللي حصل؟ كل واحد فيهم عشان يتسخن كل واحد جواه او محتاج قوه معينه مخصصه عشان تسخنه. مين اكتر مركب او مين اكتر حاجه عايزه حراره عشان تتسخن؟ اكتر حاجه عايزه حراره عشان تسخن الميه. الميه دي عشان تسخن محتاجه وقت. قول كده الميه بتغلي عند كام؟ عند درجه حراره 100 سيليزيوس. لكن الميه عشان تسخن، ما بقولكش تغلي، بقول لك تسخن بس. عشان الميه تسخن محتاجه وقت. اما الحديد انت اوريدي ايه ده؟ انت لو مسكت الحديد وعملت له، مسكت 2 حديد وعملتهم كده هتلاقي الحديده سخنت. لكن لو رحت مسكت الميه وقعدت تعمل لها كده مش هتسخن، لان الميه بتحتاج كميه حراره كبيره، اما الحديد بيحتاج كميه حراره صغيره. يبقى كده الميه والايرون. خلينا نتكلم على المثالين اللي عندنا في البيت. الميه عند حضرتك مالها؟ قال لي بنقوله ان هي need large amount، محتاجة كمية heat حرارة to be heated. يبقى محتاجة كمية حرارة كبيرة عشان تسخن. أما ده need بيحتاج ايه؟ small amount of heat. يبقى ده بيحتاج كمية حرارة كبيرة، أما ده هيحتاج كمية حرارة قليلة. طب جميل. كمية الحرارة كل مركب ربنا خلقه بيحتاج كمية حرارة معينة. عارف كمية الحرارة اسمها ايه؟ specific heat. يبقى تاني، كمية الحرارة اللي أنا محتاجها عشان أتسخن اسمها specific heat. فالمية بتحتاج حرارة عالية، فبقول لنفسي إن السبيسيفيك هيت بديها رمز سي. بس أقول لكم على حاجة، الصحيح اسمها سي اس. في كتاب المدرسة هو معتمد إن هي سي، بس الصح سي اس. بس ماشي، الاتنين واحد. أنت يا عم الحاج يا مية محتاجة حرارة إيه؟ أنا محتاج كمية حرارة كبيرة. ماشي. يا أستاذ أنا محتاج كمية حرارة قليلة. طب أنا عندي جملة لازم تعرفها،
بعد ما بنعمل كوبايه الشاي بتسيب كوبايه الشاي بالربع ساعه وبتفضل سخنه ودافيه وزي ما هي. لكن الحديد بعد ما سيادتك بتسخنه، اول ما تسيبه في الهواء بس وتعمله كده يبرد بسرعه. ايه ده؟ اسمع معلومه، اللي بيسخن بطيء يبرد بطيء. اخدت وقت عشان تسخن يبقى تاخد وقت عشان تبرد. طب واللي سخن سريع يبرد سريع. ومن هنا اقدر اقول لك المثال السريع، انا بحاول اشرح كده سريعا كده. المثال بيقول ايه؟ لو احنا رايحين البحر الساعه 1 الظهر، اول ما سيادتك تبقي لابسه المايوه وانا لابس المايوه وبابا لابس المايوه واخواتك لابسين المايوهات ونازلين على طول كلنا معلقين الشمسيه، ماما جايبه السندوتشات وانت سيادتك ماسك العوامات، وتروح على طول شفت البحر تروح حادف الشبشب وتطلع جري على الرمله. اول ما تقف على الرمله تلاقي نفسك الحق، في ايه؟ الحقني، مالك؟ صدقني بتنطط ليه؟ الرمله سخنه. طب وتجري تجري تجري لحد ما تروح تقرب ناحيه الميه، تروح قافل الميه الميه ساقعه. ايه ده؟ هو مين اللي سخن الرمله؟ هل فتحتها نار؟ لا، الشمس. الشمس سخنت الرمله. طب ليه الشمس بالنهار ما سخنتش الميه؟ ارد عليك واقول لك ان الميه عشان تتسخن محتاجه وقت كبير، فبالتالي الميه لسه ما سخنتش. اما الرمله زي الحديد بيسخن بسرعه، فاللي بيسخن بسرعه بيبرد بسرعه. تعالى بقى كده على الايه المغربيه، في غروب الشمس والشمس كده فول داون بقى، لو بتنزل بقى خلاص. اول ما تيجي على المغرب تقف حط رجلك على الرمله تلاقي الرمله ساقعه ممتعه، تفضل تغرز رجلك كده في الرمله عشان الرمله بتاعتك ساقعه. ده ايه ده؟ هي مش كانت مولعه الصبح؟ ما اللي بيسخن بسرعه بيبرد بسرعه. طب تعالى بقى يا معلم، انزل الميه كده اول ما الشمس تبدا ايه تنزل خفيف كده، عارف لما يجي شكل المغرب كده انزل الميه. اول ما تنزل الميه هتلاقي الميه دافيه، تقول ايه ده؟ ايه ده؟ ما هي اخدت وقت عشان تتسخن فهتاخد وقت عشان تبرد. هي بالنهار كانت ساعه، عقبال ما سخنت الشمس راحت، فتبدا تفضي السخونيه دي، بس تفضيها بشكل ايه؟ بطيء، لان اللي بيسخن بطيء يبرد بطيء، واللي بيسخن بسرعه يبرد بسرعه. ومن هنا هندرس مع بعض حاجه اسمها specific heat and stability of ocean due to specific heat، والقاعده بتاعت السبيسيفيك هيت. فيلا بينا نبدا مع بعض نشوف اول نقطه. يلا بينا، طلع لي اول نقطه كده. بتقول ايه؟ اول نقطه بتقول لحضرتك the effect of temperature on living organism. ماشي، قبل ما نتكلم على الكائنات الحيه تعال نشوف المثال اللي هو بيسالك هنا. ده سؤال: why the ocean is warm after sun go؟ لما الشمس بتغرب. بتغرب، الناس معايا في العربي صح كده؟ بتغرب. لما يحصل عمليه غروب للشمس ليه البحر او الاوشن بيفضل دافي على الرغم ان الشمس مشت؟ when the hot clear air around the hot and the lake and water stay cold. ليه مستر الهوت، ليه السخونيه بتبقى موجوده في الهواء؟ يعني سيادتك بالنهار تلاقي الهواء سخن، الهواء مولع والجو حر، ولكن لو شفت الميه او البحار او البحيرات هتلاقيها كولد او كول، فتره او ساعه. نفس اللي انا كنت بشرحه من شويه. ليه الرمله سخنه والميه ساقعه؟ ده سؤال. سؤال تاني: ليه لما الشمس تروح الميه بتفضل سخنه؟ ده سؤال. ليه الهواء بالنهار سخن بس بالنهار تلاقي الميه ساقعه؟ هتقول لنفسك لان كل واحد فيهم محتاج كميه حراره معينه، محتاج كميه حراره مخصصه. كميه الحراره دي اسمها سبيسيفيك هيت، والعلماء لما جم حسبوها لقوا ان اكتر وقت واكتر مركب محتاج مجهود ومحتاج حراره كبيره عشان يسخن، اكتر مركب محتاج وقت كتير ومحتاج كميه حراره كتير عشان تسخنه هو الميه. واللي بيقعد وقت عشان يسخن بيقعد وقت عشان يبرد. فلما بيجي يبرد حتى بعد ان الشمس ما بتنزل يبدا ان الميه واحده واحده تفقد الحراره اللي اخدتها طول اليوم. اما الهواء او حتى الرمله او حتى الحديد اقل شويه حراره تاثر فيهم تسخنهم
فلما بتغرب الحراره وتمشي الشمس، اول ما يمشوا الحراره سخنتهم بسرعه، فاول ما يحصل كده والشمس تروح فيبردوا بسرعه. ده الفكره العامه. طب دلوقتي قبل ما نخش بس في سبيسيفيك هيت، يلا بينا يا رجاله، تعالى هات اللي بعده. اللي بعده بيقول لحضرتك ارجع كده الرسمه معلش عشان اوريها لهم، عشان دي رسمه كتاب المدرسه. بص يا بيه، ده البحر، وانا تخيل يا سيدي ان ده الرمله. الشمس هنا لما بتيجي تضرب الرمله بتسخن بسرعه، لما بتيجي تضرب هنا لا بياخد وقت عشان يسخن. انت عارف من حكمه ربنا ان الميه بتاخد وقت كبير عشان تتسخن؟ عارف لو الميه كانت بتسخن بسرعه كان ايه اللي هيحصل؟ كان ساعتها كل البحار وكل الاوشن وكل السي اقل شويه حراره تاثر فيهم فتلاقي البحر كله اتبخر، فلما البحر كله يتبخر فالاوشنز ساعتها يحصل ايه؟ اسمع كده، تمشي، فالكائنات مش هتلاقي ميه، هتجف فهتموت. فمن حكمه ربنا ان الميه بيقولوا عليها ستيبل او عندها ستابيليتي. ليه؟ عشان السستينابيليتي اوف ليفنج اورجانيزم او اكواتيك ليفنج اورجانيزم انسايد، عشان يستمر الحياه جوه الميه. طب هات اللي بعده. بيقول لي في اللي بعده ذا ديفرنس بتوين، ده بقى ايه؟ بدانا نعمل اساسيات، هيت اند تمبريتشر. سامعني لو سمحت؟ اديني دقايق بس اتكلم في الموضوع. ماشي. لو جيت سالتك هي الحراره بتتحرك من فين لفين؟ بتتحرك من الجسم السخن للجسم الساقع. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو نتخيل ان انا قدامي كوبايه شاي، انا اتخيل دي كوبايه شاي، وانا جيت زي الشطور، الشاي جوه، حد شايف الشاي؟ مفيش شاي بس انا اتخيل ان في شاي. ان انا جيت مسكت الكوبايه، انا ايدي بتبقى ساقعه والشاي بيبقى سخن. حد يقول لي هي الحراره تتنقل فين؟ من ايدي للشاي ولا من الشاي للايد؟ قال لي لا، تتنقل من السخن للساقع. مالكش دعوه ازاي، من السخن للساقع. يبقى هنا السخونيه هتتنقل من كوبايه الشاي لايديك. طب انسى، هنتخيل مع بعض يا عم الحاج اهي، تعالى، ان دي تلجايه. هتخيل ان قدامك دي حته تلجه. لو انا مسكت التلجايه بايدي احس بسقوعيه. هي الحراره اتنقلت من فين لفين؟ العبيط اللي هيقول لي دلوقتي في الكاميرا الحراره تتنقل السقوعيه، مفيش حاجه اسمها السقوعيه. اولا خلاص اسمها البروده، ادي نقطه. اتنين، هتقول لي تتنقل الساعه من هنا لهنا، مفيش حاجه اسمها الساعه بتتنقل. امال ايه؟ الحراره بتتنقل من السخن للساقع. ايدي سخنه، التلجايه ساقعه، فلما اعمل كده فالحراره تتنقل من ايدي للتلجه. لما الحراره تتسحب من ايدي فانا احس ان ايدي ساقعه عشان سحبوا منها الحراره. بلاش انت سيادتك في الشتاء بتروح تغلس على مامتك وتنام جنبها، ماشي، بعد يوم طويل وانت مرمي في الشارع عمال تلعب وتهزر وفرحان بالمطر وبتاع، اخر اليوم تروح نازل تحت البطانيه وتقعد جنب الحاجه الوالده، فاما او تقعد جنب اخوك او تقعد جنب ابوك، بس اهم حاجه تستغدى جنب حد. فتبدا ان رجلك المتلجه تروح رايحه متزحزحه كده عند الناس اللي جنبك، فالناس اللي نايمين من بدري هو جسمهم سخن، فانت تروح حاطط رجليك التلجايه في قلب رجليهم او ايديك تروح راشقها في قلب قفاهم. ساعتها هم بيبقوا عارفين، هوب بيحسوا ايه ده، ايه ده، في ايه، انت كهربا ده، ايه التلج ده؟ هقول لك، ايدك ورجلك الساقعين اخدوا الحراره السخنه بتاعت الناس اللي كانت نايمه، يبقى الحراره اتنقلت من السخن للساقع. هم حسوا ان الحراره اتسحبت منهم فحسوا ببروده، اما انت لما الحراره جات لك حسيت انك اتدفيت بس. فهنا مستر انا كده فهمتك نقطه، بس انا هسالك سؤال. مستر لو معايا انا، امتى مستر الحراره تقف؟ يعني امتى الاثنين ما ينقلوش لبعض؟ امتى مثلا لو انا معايا مثلا حاجه درجه حرارتها 100 وعندي حاجه درجه حرارتها 80 وحطيتهم جنب بعض، مين هيدي لمين؟ ال100 العاليه هتدي ال80، صح؟ امتى الحراره ما تتنقلش خلاص تثبت ومفيش حركه؟ لما الاثنين يوصلوا هما الاثنين نفس درجه الحراره. تاني، لما الجسمين، يعني انت دلوقتي هتفضل ماسك كوبايه الشاي في ايديك عشان انت سقعان، سيادتك في الشتاء تعمل النسكافيه وتفضل ماسكه في ايدك كده، انت بتعمل ايه؟ انا بشرب واتدفى في نفس الوقت. حلو قوي. امتى النسكافيه ما ينقلكش حراره؟ لما درجه حراره ايدك ودرجه حراره النسكافيه يكونوا قد بعض، في سواسيه. فانا لو جيت قلت لك واحد درجه حرارته 100 اتحط جنب واحد درجه حرارته 80، افهم كلام كويس، مين هيروح لمين؟ قال لي اكيد ده يعتبر الهاير تمبريتشر، وده يعتبر بالنسبه له لور تمبريتشر. فلو جيت سالتك الحراره تتنقل من فين لفين هتقول من الهاي لللو، يبقى الحراره هتمشي كده. ماشي. حد بقى من الناس الشاطره اللي قاعده قدام الكاميرا يقول لي ال100 هتدي ال80 كام؟
فواحده شاطره قاعده قدامي قالت لي هتدي ال 80 20 يا مستر. لا غلط يا سهيله. امال ايه؟ قال لي مفيش حاجه اسمها تدي 20. ليه؟ هقول لك اهو. هي ال 100 لو قعدت دي 20 هتبقى كام دي؟ دي هتبقى 100. طب ودي هتنقص 20 هتبقى 80. ايه ده؟ لا غلط غلط غلط، انا عايز الصح. انا عايزهم هما الاثنين يبقوا ايكوال. ايوه، ففي واحده قالت كلمه صح، قالت لي ده هيدي ده درجه حراره 10. يبقى كده الكميه الحراره اللي هتتحرك اللي هتتنقل من مكان لمكان هي 10. ليه؟ لان ده هيوصل ل 90 هيقل 10، اما ده هيبقى 90 هيزيد 10. طب والله كويس. وفي اللحظه دي هما الاثنين يبقوا ايكوال تمبريتشر. حلو. هسالك سؤال بقى، اسمع مني بقى وهيعجبك قوي احسن من الشرح اللي هيتقال. ده 100 ده 80، هل ال 100 كلها راحت لل 80؟ ما حصلش. امال ايه؟ ال 100 بقول عليها درجه الحراره الكليه، او بقول عليها توتال. كل ده اكسبيرينس مش اكتر. هل ده في الشرح المرتبه مدرسه؟ لا، ده بقول عليها توتال تمبريتشر. اما ده 80 برضو هي تعتبر درجه الحراره الكليه. طب والله كويس. طب ال10 قال لي ال10 دول هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن كميه الحراره اللي اتنقلت. ايه الفرق يعني؟ عايز تقول لي ايه؟ هل انا اعطيته ال100 كلهم؟ لا. طب هل ال80 خسرت ال80 كلهم ولا سحبت ال80 كلهم؟ لا. درجة الحرارة كلها على بعض، يعني الجسم كله على بعضه ب100، يبقى درجة الحرارة الكلية بقول عليها تمبريتشر. تاني، درجة حرارة الجسم كله بقول عليها تمبريتشر. جميل. طب الكمية اللي اتحركت من مكان لمكان، تاني، الكمية اللي اتنقلت، الكمية اللي عملت موف، هو نقل كام؟ 10. كمية الحرارة اللي اتنقلت بقول عليها هيت بس. يبقى ده الفرق ما بين هيت وتمبريتشر. تمبريتشر هي حرارة الجسم كله، اما هيت هي كمية الحرارة اللي هتتحرك من السخن للساقع. ايه ده؟ يعني ال10 دي بس تعتبر بالنسبة لي هيت، اما ال100 او ال80 تعتبر بالنسبة لي تمبريتشر. هو انت لما بتيجي مثلا واحد صاحبك ولا انت واحدة صاحبتك في الشتاء فتبقى مغلسة عليها ماسكة ايديها بحيث ان ايديها تبقى سخنة، او انت ماسك ايد صاحبك في ايده تبقى سخنة، هل انت هتاخد السخونية بتاعت الجسم كلها؟ ما حصلش. انا هاخد الجزء اللي يدفي ايدي. هو جسمه كله اسمه تمبريتشر. الجزء اللي هيديهولك، الجزء اللي هيتنقل من السخن للساقع، الحراره اللي هتتمشى بقول عليها تمبريتشر، بقول عليها هيت. انا اسف. يبقى تاني، الحراره اهو الحراره يا رجاله، الرسم ده هتشوفوها تاني جوه. الحراره اللي هتتمشى خلاص يلا ماشيه ما باي باي من الهوت للكولد بقول عليها ان هي اسمها هيت. طب الحراره كلها بقى، الحراره الكليه اسمها تمبريتشر. الحراره الكليه اسمها ايه؟ تمبريتشر. ده الفرق ما بين كلمه تمبريتشر وكلمه هيت. طب والله كويس. طب انا هنا التمبريتشر يا مستر عمر بيتحسب بايه؟ عندي وحده اساسيه اسمها سيليزيوس، والسنه دي هو معتمد على الانترناشونال يونت اللي هي الوحده العالميه اسمها عندي كلفن. وخد معلومه هناخدها قدام، انا كل ده بعمل ايه؟ بقويك بس ان الكلفن يساوي السيليزيوس. ايوه، ما الاثنين درجات حراره بلس 273. يبقى انا دلوقتي مثلا لو انت معاك 10 سليزيوس عايز تحولهم لكلفن بتزود عليهم 273. طب والله كويس. يبقى عشان احول من سليزيوس لكلفن هزود على درجه الحراره كام؟ رقم ثابت 273، والاثنين بيقيسوا التمبريتشر. التمبريتشر في حل من الاثنين، يا اما واحد يبقى هوت سخن، يا اما واحد يبقى كولد ساقع. عادي، ده معانا وده معانا. يا اما واحد يبقى درجه حرارته سخنه، يا اما واحد درجه حرارته ايه؟ ساقعه. كده انا اوفرول شرحت لك الموضوع. لو تاخد بالك انا بحاول اشرح بشكل تبسيطي بره حتى الكتابه اللي مكتوبه، مش بقرا الكلام وخلاص عشان سيادتك تبقى فاهمه 100%. تعالى بقى نشوف هو اتكلم ازاي على التمبريتشر وعلى الهيت، واتكلم على الموشن وايه علاقتها بالتمبريتشر. يلا بينا. اصبر استنى، في حاجه بس نسيت اقولها لك، هنقولها لك بسرعه. هو الراجل ده ماله ال100 طلع 10 حراره هيت، اما الراجل ده عمل ايه؟ ال80 الراجل ده اخد
حراره 10 هيت. عايز اقول طلع 10، عايز اقول ان هو عمل ريليز 10. عايز اقول ان الراجل ده اخد 10، يبقى انا هعمل اقول ان هو عايز اعمل ايه؟ عايز اقول ان هو عمل ايه يا عم الحاج وهتشتغل؟ عايز اقول ان هو عمل جين. اقولها ازاي؟ بصوا، لو انا قاعد في قاعه فيها 100 نفر وقلت لواحد اطلع بره بره قعد كده، الراجل وهو طالع القاعه بقت بكام عندي؟ بقت 99. يبقى في واحد قال اي حاجه طالعه لبره بديها اشاره نيجاتيف. يعني سيادتك لو دخلت الامتحان لقيت حاجه اسمها الحراره نيجاتيف 10، ايه ده؟ يعني ايه نيجاتيف 10؟ نيجاتيف دي معناها بص يا باشا طلع، معناها ريليز، معناها لوز. يبقى الكلام كالاتي يا استاذه محترم: معنى كلمه طلع 10 سليزيوس يعني فقد حراره 10 او طلع 10 ولا حاجه. طب جميل، عايز اقول ان الراجل ده اخد 10. بص هقول ايه؟ لو انا دلوقتي قاعتي 100 وفي ولد جاي متاخر فقلت له اتفضل خش علينا، اتفضل اقعد معانا، كنا 100 زدنا واحد بقينا كام؟ 101. فانا عايز اقول ان هو عمل جين فهديها اشاره بوزيتيف، هتلاقي كلمه بوزيتيف 10. البوزيتيف هنا مش معناها بلس، لا، معناها ان هو عمل جين، معناها ان هو دخل حراره. يبقى من هنا ورايح يا رجاله لو سمحتوا ماليش دعوه بالماس، اي اشاره نيجاتيف معناها عملنا لوز، اي اشاره بوزيتيف معناها عملنا جين. واحده بقول عليها ريليز طلعها، اما التاني بقول عليها ابزورب يعني امتص. طب والله كويس. يبقى النيجاتيف طلع، البوزيتيف دخل. طب يلا بينا بقى بينا نتفرج على اللي انا قلته كده، خلصنا كل حاجه. يلا بص يا سيدي، ممكن استاذنك في حاجه؟ قول. انا مش عايز حد مش عايز افتح الباوربوينت عشان بحس لما بفتح الباوربوينت كده واجريه قدامك وبتاع، لا مش عايز بصمجه، انا عايز الناس بتفهم. دلوقتي انت قاعد بتتفرج عليا وانا قاعد هنا دلوقتي الساعه كام؟ دلوقتي حالا اهو، معلش الساعه دي فصلت عشان خلاص. دلوقتي الساعه داخله على 5 الصبح، 5 الفجر. احنا مثلا قاعدين هنا من مكان مثلا الساعه 9، 5 الفجر وبنصور لك حاجاتك. فما يشغلكش، انا قاعد من الصبح عمال اصور لكل المراحل واتنطط شمال ويمين واروح واجي ممكن اسالك سؤال؟ مين اكتر واحد فينا درجه حرارته عاليه، انا ولا انت؟ هتقول لي انت. هقول لك ليه اشمعنى انا وانت لا. انت وانت قاعد انت حاطط وفي حاله استابيليتي، انت قاعد ما بتتحركش. اما عمر سليمان بيتحرك في كل مكان. يعني ايه؟ يعني اللي عايز اوصله لك دلوقتي ان انا في عمليه حركه مستمره، فحركتي اسمها كاينيتيك انرجي. طب انت بتتحرك؟ لا، انت اخرك بس حرك ايدك، حرك ايدك صغيره، اكتب كلمه، تعمل كده، تعملي كده، تعدلي شعرك، تعدل حاجبك، تشرب حاجه. يبقى اللي انا عايز اقوله لك، مش بحسدك والله يا ابني، بس انا عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان حركتك ضعيفه وانا حركتي كتيره. اللي حركته كتير دايما جسمه بيبقى سخن، اما اللي حركته قليله دايما جسمه بيبقى ساقع. الحركه دي اسمها كاينيتيك انرجي. تعالى كده نعمل مقارنه ما بين متفرج ولاعب. واحد متفرج محترم قاعد عامل كده وعمال يتفرج على الماتش. بلاش اللعيبه اللي قاعده على الدكه واللعيبه اللي بتلعب في الملعب، حلو المثال ده. اللعيب اللي قاعد على الدكه حركته حتى لو كانت ايه، بس حركته قليله. اما اللعيب اللي قاعد في الملعب رايح جاي رايح جاي رايح جاي، فالحركه بتاعته عاليه. كل ما الحركه تزيد كل ما الموليكيولز عندك تتحرك اكتر، فساعتها جسمك بيبقى سخن. نفس الكلام ان تاني الموليكيولز عنده الكاينيتيك انرجي بتاعتها قليله، فساعتها جسمه بيبقى ساقع. اللي انا عايز اوصله لك من الكلام ان التمبريتشر بتعتمد على ايه؟ درجه الحراره بتعتمد على الكاينيتيك انرجي. اتحركت كتير درجه حرارتك عاليه، اتحركت قليل درجه حرارتك قليله. طب سؤال، لو انا دلوقتي جبت لك عربيه كانت بتجري على الطريق وعربيه كانت راكنه، تعال المس الكاوتش بتاع ده والكاوتش بتاع ده. اللي كانت بتجري دي كانت عماله تفرك 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 في الارض وتمشي. لو لمسنا الكاوتش بتاعها هتلاقي الكاوتش بتاعها سخن من كتر الكاينيتيك انرجي. طب نفس الكلام، تعالى كده هجيب لك كوبايه فيها بيلي او كور صغيره وكوبايه فيها نفس عدد الكور. كوبايه هثبتها في ايدي بالشكل ده وكوبايه هرجها كده. تعالى المس الكور اللي كانت بتتحرك عماله تخبط في بعض وعندها كاينيتيك انرجي.
فتلاقي درجه حرارتها عاليه. اما الكور الثابته مكانها الستيشنري دي، فدي ما اتحركتش، فالكاينيتيك انرجي قليله، فالتمبريتشر بتاعها قليل. تعالى جيب ميه عاديه وميه مغليه. الميه العاديه تلاقيها واقفه عامله كده في الازازه، الميه المغليه تلاقيها قاعده عماله تطلع وتنزل تطلع وتنزل تطلع وتنزل. ايه ده؟ ما هو كل ما التمبريتشر بيزيد فبالتالي الكاينيتيك انرجي بيزيد. طب تعالى كده نشوف الكلام قال ايه. يلا بينا. تمبريتشر هي عباره عن ايه؟ اللهم صل على النبي. قال لي هي ذا مولكيول ان موشن. اي جسم ربنا خلقه بيكون جواه مجموعه من المولكيولز ايا كان عددهم بقى. فالمولكيولز دول موجودين دايما في حركه مستمره، شمال ويمين وفوق وتحت. فقال لي المولكيول دايما في موشن، والموشن دي بنسميها كي اي. كي اي اختصار لحاجه اسمها كاينيتيك ايه؟ انرجي. خلاص؟ الكاينيتيك انرجي هي الحركه بتاعه المولكيولز in continuous known as kinetic energy. so the particle احنا بنعمل ايه؟ احنا بقى بنشوف حركه كل مولكيول لكل واحد. يعني طبعا الجسم فيه مئات لا ملايين المولكيولز. طب انا هعمل ايه؟ هجيب حاجه اسمها متوسط الحركه. هشوف بقى انتوا كلكم بتتحركوا. طب انا هجيب حاجه اسمها في الماس تاخدوها اسمها افريج. ايه الافريج كاينيتيك انرجي؟ كلمه افريج طبعا مش مكتوبه دي بس عايزين نتاكد عليها. كلمه افريج كاينيتيك انرجي هي الحركه بتاعت المولكيول بس متوسط الحركه. ده مين ده؟ التمبريتشر. يبقى التمبريتشر بيعتمد على حركه المولكيول او الكاينيتيك انرجي بتاعت المولكيول. قال لي بقى هنا كل ما الحراره تزيد كل ما الحركه تزيد كل ما الحراره بتزيد او درجه الحراره بتزيد. كل ما الحركه بتاعت المولكيول هتزيد درجه الحراره هتزيد. فبيقول لي هنا ايه؟ اللي عنده كاينيتيك انرجي عالي عنده تمبريتشر عالي، واللي عنده كاينيتيك انرجي قليل يبقى كده عنده تمبريتشر قليل. والتمبريتشر بيتقاس بالسيليزيوس، يلا افتكر معايا، او بالكلفن، الاثنين معانا. دي اسمها انترناشونال يونت. طب باشا ازاي احول ده لده؟ هعمل بلس 273 برنس. اللي بعده. في اللي بعده يا بيه اللي بعده يلا. بيقول هنا في نقطة 3 ايه؟ هيت. ايه الهيت؟ كمية الحرارة اللي بتتحرك من السخن للساقع. مش الحرارة الكلية، لا، كمية الحرارة اللي اتحركت من السخن للساقع اسمها هيت. يلا طلع معايا. بيقول لي هنا ايه؟ كمية الحرارة اللي بتتنقل من جسم لجسم. انا ما قلتلكش حرارة الجسم نفسه، في جزء من الحرارة بتتنقل من جسم لجسم. حلو قوي. قال لي يا مستر amount of heat transfer، كميه الحراره بتتنقل from the hot body to cold body. بص كاتب لك هنا حراره بتمشي. فانا بحب قوي ارسم الشكل ده. اللي انت نفسك تعمله ياض انا عملته وبطلته، واللي انت لسه في اوله ياض مين ده؟ الله، دي كورتشي البابا. لا يا باشا، دي الحرارة اللي بتتمشى. كمية الحرارة اللي بتتمشى من الحتة الهوت للحتة الكولد اسمها ايه؟ قال لي الحرارة اللي بتمشي من مكان سخن لمكان ساقع اسمها هيت. يلا اللي بعده. اهو بص، ادي مكان هوت وادي مكان كول. ده ليه تمبريتشر، ليه درجه حراره. اما ده فهو كمان ليه تمبريتشر، ولكن في جزء من الحراره دي، جزء من الحراره هيتنقل. جزء الحراره اللي هيمشي من السخن للساقع من الهوت للكولد اسمه عندي هيت. طب الحراره الكليه اسمه عندي تمبريتشر. حلو. اللي بعده. يلا يقول لك نيفر جيف اب ما تيأس. اللي بعده بيقول لك هنا يا رجاله نقطه 4 بتقول ذا تمبريتشر كوانتيتيز. حلو. يلا بينا اللي بعده. افتح. قال لي بص لايك هوت التمبريتشر زي الهوت اند الكولد، حاجه سخنه حاجه ساقعه، يعني التمبريتشر بتاعها يا اما قليل يا اما عالي. والتمبريتشر بيعتمد على ايه؟ والنبي يا جماعه على افريج. وباكد عليها دي تاني مره اجيبها لك في نفس الباوربوينت. كاينيتيك انرجي انا بعتمد على الحركه بس ايه؟ الحركه المتوسطه. جميل. قال لي يا مستر لما بتيجي تقيسها قال لك اليونت او الانترناشونال يونت كلفن. ادي اللي بعده. قال لي بص، لو معاك تمبريتشر بالكلفن ومعاك تمبريتشر بالسيليزيوس، ازاي احول السيليزيوس لكلفن؟ قال لي بلس 273. ده رقم ايه؟ ثابت ما بيتغيرش 273. اللي بعده. بص اهو جايب لك حاجات بالسيليزيوس وحاجات بالكلفن وكاتب لك هنا فهرنهايت. فهرنهايت ده مش هناخدوه السنه دي ان شاء الله.
احنا سيليزيوس وكلفن. اللي بعده نقطه رقم 5 بتقول واحده واحده كده يا باشا. قال لي كل ما تمتص حراره اكتر، دلوقتي الراجل ده امتص حراره وده امتص حراره وده امتص حراره، كل ما باخد حراره اكتر كل ما الحركه بتاعتي هتزيد. هو انا لو وقفتك على رمله ساقعه هتقف عادي، طب دافيه هتقعد كل شويه ايه تتحرك رجل خفيف، طب رمله سخنه هتقعد تتنطط. كل ما الحراره تزيد كل ما الحركه بتزيد، والعكس صحيح. يبقى هنا increasing the average kinetic energy نتيجه لانكريزنج للتمبريتشر. اللي بعده بيقول لي هنا ايه؟ as the temperature increase. هو انت دلوقتي لما تجيب ميه وتسخنها، الاول الميه تبقى واقفه عاديه، كده تبدا تسخن تسخن تسخن، تبدا الميه تتحرك تتحرك، دي من قوه حركتها في جزء من الميه بيتبخر ويجري يمشي، ما هي بتجري وتطلع تجري، مش عايزين يقفوا عند النار. الميه بتتحرك دي ليه؟ نتيجه لعلو درجه الحراره. قال لك لما التمبريتشر بتاع حضرتك يحصل له انكريز اوف بارت any body it will move، هيتحرك and the kinetic energy of the particle increase. اللي بعده قال لي يا مستر خد العلاقه بتاعتنا اهي، الكاينيتيك انرجي اوف مولكيول، حركه المولكيول ماله دايركتلي بروبوشنال مع التمبريتشر، كل ما التمبريتشر بيزيد كل ما الكاينيتيك انرجي بيزيد. مستر هنا بيتكلم على حاجه اسمها سبيسيفيك هيت. ثانيه، يعني ايه سبيسيفيك هيت؟ كميه الحراره اللي انا محتاجها عشان اسخن، مش عشان ولا اسيح ولا اغلي، عشان اسخن. طب مين اكتر مركب محتاج حراره عشان يتسخن؟ الميه. ليه؟ كل ما محتاج حراره كتير فاللي بياخد وقت عشان يسخن بياخد وقت عشان يبرد. طب الحديد كان بيسخن بسرعه فهيبرد بسرعه، فاللي هنا الميه السبيسيفيك هيت بتاعها عالي، اعلى مركب عنده سبيسيفيك هيت هي الميه، فبالتالي الميه بقول عليها ستيبل. ليه؟ عشان مش بتاثر بسرعه، مش بتسخن بسرعه، مش بتزعل بسرعه، بتاخد وقت عشان تسخن وتاخد وقت عشان تبرد. فاللي بياخد وقت ده بنقول عليه ايه؟ بيتأنى. اما اللي بيسخن بسرعه بيبرد بسرعه ده بيتقال عليه انستيبل، سريع خفيف خفيف. يلا بينا على اللي بعده. يلا بينا بقى حبايبي في السبيسيفيك هيت. افتح معايا كده السيرك بتقول ايه؟ اظبط بس البتاع اللي فوق دي. بص يا رجاله، اول ما حد يقول لنا كلمه سبيسيفيك هيت نقول له بص يا معلم، انا دلوقتي عشان احسب السبيسيفيك هيت واعرف قانونها احنا هنتكلم عليها. تخيل بقى كل الشرح اللي فات ده هنقابله قدام، ولكن دلوقتي انا عايزك تعرف القاعده بتقول كيو تساوي ام سي دلتا تي. تاني، ام سي دلتا تي، ام سي دلتا تي. ايه ده؟ تاني مش فاهم ولا انا. كيو تساوي ام سي دلتا تي، ده اول قانون هتقابله. ايه يا مستر الكيو؟ كيو دي معناها كميه الحراره، يكتب لك عليها amount of heat، يكتب لك عليها quantity of heat. يبقى كيو اختصار لكلمة amount أو quantity of heat. ماشي. مين الام؟ اختصار لحاجة اسمها الماس. طب مين السي؟ اختصار لحاجة اسمها specific heat. طب مين الدلتا تي؟ اختصار لحاجة اسمها دلتا دي معناها change أو different في التمبريتشر. ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بص يا باشا، ده قانون ثابت هنحفظوه، ان الكيو بتساوي ام سي دلتا تي. طب واحده واحده والنبي، واحده واحده نمسك واحده واحده. تعالى في الماس. الماس باذن واحد احد هو هيجيبه لك في الامتحان، يا اما بجرام بيديها رمز جي ام، يا اما هيديها لك بكيلو جرام. اختار لك حاجه من الاثنين. طب انت السنه دي هتشتغل بايه؟ الواضح قدامنا دلوقتي هو كل سنه كان بيشتغلها بالجرام، بس النهارده احنا هنتاكد ان الشغل بتاعنا بالكيلو جرام، على حسب برضه ما هو يطلب، بس هنأكد بالكيلو جرام. طب يا عم الحاج لو جاب لي الماس بالجرام ازاي احوله لكيلو جرام؟ انا مش هعتمد انك سمعت حاجه زي دي، انا همشي معاك واحده واحده. وازاي ارجع لورا؟ صلوا على النبي. ده صغير، ده كبير. يلا يا عم خد مني معلومه وانبسط. عشان اتحول من الصغير نيجاتيف، من الصغير للكبير نيجاتيف، مفيش حاجه اسمها تايمز وديفايدد بقى خلاص. طب من الكبير للصغير بوزيتيف. مش فاهم، بس استنى. الصغير عيل صغير، عيل ناقص، يبقى انا هعمل كده بص تايمز 10 باور نيجاتيف 3. يبقى من جرام لكيلو جرام تايمز 10 باور نيجاتيف 3. طب من كيلو جرام من الكبير تايمز 10
باور بوزيتيف 3. يبقى الفكره كلها يا معلم في الاشاره، واحد بالنيجاتيف والتاني بالبوزيتيف. تاني، من الجرام للكيلو جرام تايمز 10 باور نيجاتيف 3، من الكيلو جرام للجرام تايمز 10 باور بوزيتيف 3. ادي نقطه. وانا هشتغل بالايه؟ معظم الوقت بالكيلو جرام. ماشي. ايه الدلتا تي دي يا عم؟ الدلتا تي دي معناها تشينج في التمبريتشر. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لو قلت لك لو واحد كانت درجه حرارته 50 فاصبحت درجه حرارته 80، درجه حرارته زادت ولا قلت؟ زادت. يبقى واحد كان 50 اصبح 80. اول حاجه اسمها تي انيشيال. معنى كلمه انيشيال يعني البدايه. يعني هو كان في البدايه، انا بص بقول لك كل حاجه والله، كان في البدايه 50، فاينل في النهايه اصبح 80. انا عايز الدلتا تي. معنى كلمه الدلتا تي يعني الفرق ما بينهم، تي 2 ماينس تي 1. هعمل ايه؟ هعمل التاني ماينس. انت كنت كام؟ 80 كنت كام؟ 50 بقيت كام؟ 80. يبقى انا هعمل 80 ناقص 50. بلاش تحفظها كده، دايما اعمل ولا ايه؟ دايما اعمل التاني ماينس الاولاني. تي 2 ماينس تي 1. في ناس تقول لك خلاص اعمل الفاينل ماينس انيشيال. لا بس انا مش حابب كده، انا عايز الناس اذكى من كده. يبقى قولوا ورايا تي 2 ماينس تي 1 او تي فاينل ماينس تي انيشيال. ماشي. طب ايه الكيو؟ الكيو اللي هو ام سي دلتا تي، وهي كميه الحراره الوحده بتاعتها. تمشي حاجتين، تعالى كده، يا اما حاجه اسمها جول او حاجه اسمها كيلو جول. تمشي ده وتمشي ده، بس احنا هنشتغلها السنه دي بالجول. يبقى كميه الحراره وحدتها ايه؟ جول. اخر حاجه بقى السي اس. او ماي جاد، السي اس او السي، هو كتبها سي في كتابه بتاع المدرسه، اللي هي مين؟ قال لي الليس باسيفيك هيت. اسمع الجمله دي، كل مركب عنده كميه طاقه. يبقى كل مركب لا بلاش عنده دي، بيحتاج كمية طاقة محددة. يبقى تاني بقول يا رجالة، كل مركب، ركز معانا بالله عليك، كل مركب بيحتاج كمية طاقة محددة. الطاقة المحددة دي اسمها specific heat، ودي بتبقى جيفن. يعني ايه كلمة جيفن؟ يعني الراجل بيبقى مديها لك في حاجات كده كتير، هو هيبقى مديها لك في الامتحان، ولكن في حاجة هنحفظوها مع بعض، المية. هنحفظ السبيسيفيك هيت بس مش دلوقتي، اصبر. خلاص؟ يبقى تاني، ايه السي اس ده؟ كمية الطاقة اللي انا بحتاجها عشان اسخن. شرحناها براحتنا. طب كل مركب العلماء حاسبين الطاقة بتاعته وبيديها لك في الامتحان، هو بيديها لك، يديك الرقم. ايه مين اللي مش بيديهولك؟ المية. لان المية السبيسيفيك هيت بتاعها رقمه ثابت، وهي اعلى سبيسيفيك هيت على وجه الارض. تاخد وقت عشان تسخن، تاخد وقت عشان تبرد، فقلنا عليها ستيبل. وما تنساش الكلمة دي عشان تستفاد بيها في الاخر. طب يلا، انا عايز واحد ذكي بس يساعدني في حاجه. لو انا عايز السي اس لوحدها، انا ممكن امسح ده؟ انت ممكن تمسح ده. بص يا باشا، هنكتب القانون اهو. الكيو بتساوي، ركزوا، ام سي دلتا تي. لو انا عايز السي لوحدها هودي الام هناك، يلا في الماس، بالتايمز يروح بالديفايدد، وادي الدلتا تي بالتايمز تروح بالديفايدد. فانا هكتب ان السي اس تساوي كيو على ام دلتا تي. يبقى انا وديت هناك كله بالديفايدد. طب تعالى نشوف بقى السي اللي هي السي اس، يعني هي الكيو وحدتها ايه؟ جول، بديها جي، على الماس وحدتها ايه؟ كيلو جرام. الدلتا تي، بص يا باشا، التمبريتشر بيتقاس بحاجتين، يا اما بسليزيوس يا اما بكلفن، بس انا السنه دي شغال بالايه؟ بالكلفن. ولما بتيجي تعمل ديفرنس تي 2 ماينس تي 1 ما تفرقش، كده كده لو انت شغال سيليزيوس او شغال كلفن فالفرق واحد. بس هفهمك دلوقتي، بس مش يعني ايه، اشتغلها معايا بالكلفن اهي. ايه ده؟ يبقى الوحده بتاعتي ان شاء الله جول كيلو جرام كلفن. طب بص، على فكره انت ممكن تقول لي ايه، ده بجول وده بالجرام
وده بالسيليزيوس براحتك. بس انا بقول لك السنه دي كتاب المدرسه شغال بدي، ان هو حاسب ان الوزن بالكيلو جرام، وحاسب الدلتا دي بالكلفن، وحاسب الكيو بالجول. شكرا مستر. طب ممكن اسالك سؤال؟ قول. الميه يا ترى بتحتاج كميه حراره قد ايه؟ تعالى نعرف بس هو الراجل عمل تعريفها ازاي. الراجل عشان يعمل التعريف الرسمي للسبيسيفيك هيت قال لك هجيب من الميه 1 كيلو. يبقى تاني هيجيب من الميه يوزن الميه يوزنها قد ايه؟ 1 كيلو. قال لك ايه؟ كميه الحراره اللي انا محتاجها عشان اسخن 1 كيلو. يبقى هيسخن قد ايه؟ 1 كيلو من الميه. هيسخنها قد ايه؟ مستر هو هنا انا شغال بالكلفن، هسخنها 1 كلفن. يبقى تاني كميه الحراره اللي انا محتاجها عشان اسخن 1 كيلو من الميه، ده عشان يقول التعريف. فالعلماء قالوا ان الميه محتاجه ايه في السبيسيفيك هيت؟ 4180 جول بير كيلو جرام دوت كلفن. الميه محتاجه 4180 عشان يسخن، وكنا ساعات بنقولوها السنه اللي فاتت 4.18 جول جرام دوت سيليزيوس. اخدت بالك من حاجه؟ انت هنا كنت شغال بالارقام الكبيره كيلو جرام وكلفن، فكان هنا 4400 180. ايه ده؟ اما هنا 4.18. ايه الفرق؟ لانك هنا شغال بالوحدات الصغيره، يبقى هي ثابته، هي ما فيهاش حاجه. يبقى تاني لو جبتها لك يا ترى الميه عشان تتسخن، عشان اسخن 1 كيلو من الميه محتاج قد ايه؟ هتقول لي 4.18. اقول لك استنى غلط، انا بقول كيلو كيلو كيلو. يبقى ايه محتاج ايه عند حضرتك؟ ده الرقم القديم 4180 جول بير كيلو جرام دوت كلفن. دي كميه الحراره اللي انا محتاجها عشان اسخن الميه بتاعتي. خلاص ماشي، امسح بقى. خد بالك والله العظيم بتعامل معاك بكل صدق، فانت سامعني بصدق وخليك سريع. انا بمسح كل اللي بكتبه عشان كده كده هنشوفوه، بس تشوفه وانا كاتبه معاك احسن ما تشوفه مكتوب قدامك كده على طول هتبصمجه. لا عيب، ما عندناش حد بيعمل كده. يلا ها. قال لي ده سبيسيفيك هيت، وده تشينج تمبريتشر، وده ماس بالكيلو جرام. والماس يلا بينا. لو انا عايز احول من جرام لكيلو جرام ماشي، هيقول لك ده بالجول ماشي، هعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 3. لو عايز احول من كيلو جرام لجرام تايمز 10 باور انا اسف بوزيتيف 3. يلا اللي بعده. معنى كلمه سي اللي هي سي اس سبيسيفيك هيت. يعني ايه سبيسيفيك هيت؟ اماونت اوف هيت، كميه الحراره. كميه الحراره، اكتب ورايا، كميه الحراره اللي انا محتاجها عشان اسخن 1 كيلو. قد ايه؟ 1 كلفن. يبقى انا لو جبت 1 كيلو من اي ماده حطيت له 1 كيلو، يبقى الكلام كله قايم ان انا لو جبت ميه جبت منها قد ايه؟ هجيب منها 1 كيلو ماشي. لو جبت حديد هجيب منه قد ايه؟ 1 كيلو. يبقى لحساب السبيسيفيك هيت ما بجيبش كميات كبيره، هي 1 كيلو. اي ماده هجيب منها 1 كيلو. دلوقتي انا عايز اعرف انا معايا علبه قلمه وعايز اختبر قوه القلمه دي ايه وكتابها ايه. هل هختبر كل قلمه؟ لا، هاخد عينه، هاخد قلم واحد واشتغل بيه. انا دلوقتي لو معايا ميه هاخد منها قد ايه؟ هاخد منها 1 كيلو واحسبها. الكميه الدرجه ثابته في الميه كلها. كميه الحراره اللي انا محتاجها عشان اسخن 1 كيلو. حلو اهي. amount of energy need to gain to raise the temperature of 1 kilogram of any substance by 1 Celsius. اللي بعده يقول لك هنا every substance need a special amount of energy. كل ماده حلو او specific amount of energy او amount of heat. كل ماده محتاجه اهي، كل ماده او جسم محتاج حراره محدده، عشان كده قلنا عليها specific heat. مش بس كده، قال لي بقى الميه بطيئه في التسخين، والحديد سريع في التسخين، والزجاج متوسط في التسخين. يبقى الووتر بيعمل ايه؟ هيتد سلو نيد هاي اماونت اوف انرجي. حد يفكرني كانت كام؟ ده الوحيد اللي هنحفظوها 4180. بالله عليك الوحده جول بير كيلو جرام دوت كلفن. ماشي. طب لو عايز اشتغل بالوحده الصغيره وحب المدرس يعمل لك فيها توت فروت ويزنقك نسيبه؟ لا، اسمع هعمل ايه؟ اقول له اشتغلت بالجرام والسيليزيوس يبقى 4.18. طب اشتغلت بالكيلو جرام والكلفن يبقى 4180. طب الحديد بيسخن بسرعه، اللي بيسخن بسرعه بيبرد بسرعه، يبقى محتاج كميه سبيسيفيك هيت قليله.
طب ده الزجاج اللي هو الجلاس متوسط. اللي بعده ميه، حديد، ازاز. بص يا باشا، في النقطه اللي بعدها بيقول لي ساند، بيقول لي الرمله بتاعت البحر، ده اللي انا شرحته، بيسخن بسرعه فهيبرد بسرعه. قال لي هنا فبالتالي اللي طالما بسخن بسرعه يبقى محتاج كميه حراره قليله، يبقى السبيسيفيك هيت بتاعتي لو. هات لي بقى الميه. السي ووتر، ميه البحر، هوبا ايه مالها؟ بيسخن بطيء فبيبرد بطيء، فالسبيسيفيك هيت بتاعها محتاجه كميه حراره عاليه. اللي بعده سبيسيفيك هيت. ايه ده؟ ده الكلام اللي احنا قلناه. عيب عليك، ده انت لسه ما شفتش. لما اجي اقول لك يلا يلا بعده، السبيسيفيك هيت بتساوي ايه يا رجاله؟ بس انا ما بعرفش القانون، هقوله لك اهو. مش احنا قلنا ان الكيو، او على فكره تتكتب كده كيو عادي، ام سي دلتا تي حصل. طب ما انا ممكن اجيب السي لوحدها، هعملها ازاي؟ وادوا دول هناك كيو على ام دلتا تي، وهو ده اللي هو كاتبه. كيو، الكيو هي كيو وحدتها ايه؟ جول. الماس كيلو جرام. التي كلفن. ممكن ايه؟ بص الوحده بتاعت السنه اللي فاتت، هي مش غلط، هي صح، بس دي الصغيره، دي الوحده الكبيره. لا دي الوحده الكبيره ودي الوحده الصغيره. جول جرام سيليزيوس. ماشي. اللي بعده، اللي بعده بيقول لحضرتك ذا ووتر هايست سبيسيفيك هيت. اعلى سبيسيفيك هيت في الميه كام؟ ايه ده؟ 4.18 جول جرام سيليزيوس. دي الوحده الصغيره فالرقم بتاعها صغير. هات لنا كده الوحده الكبيره. اسمع 400 180. ايه ده؟ 4 1 8 0. الوحده بقى جول كيلو جرام دوت كلفن. يبقى اعلى حد بيرجع، اعلى حد بيحتاج كميه من الطاقه، اكتر حد بيحتاج كميه طاقه هي الميه. اكتر حد محتاج طاقه عشان تسخن، يحتاج حراره عشان تسخن، هي الميه. طب اللي بيسخن ببطء بيبرد ببطء. اللي بعده سؤال بقى محتاج تهني كده وتركيز وصلي على النبي. كالكوليت ذا اماونت اوف هيت. طالما الراجل قال اماونت او كوانتيتي اوف هيت فتقول له على طول كيو، يبقى انت عايز تحسب الكيو. وهاجي تحت هنا هقول لك ان كيو تساوي ام سي دلتا تي، يبقى القانون على طول. وبعدين نيد تو ريز تمبريتشر 0.5 كيلو جرام. اول ما قال كلمه كيلو جرام 0.3 كيلو جرام، يبقى انا هقول كلمه هنا ايه؟ ماس. شكرا. اوف كفر فروم 20 سيليزيوس تو 70 سيليزيوس. هيجي واحد يقول لي مستر ما اشتغلش بالسيليزيوس، اقول لك ماشي. هتعمل 20 بلس 2 7 3. ممكن حد يقول لي بكام؟ 20 بلس 2 7 3 293. طب وهعمل 70 بلس 2 7 3 343. صلوا بينا على النبي. انا كده حولتها من سيليزيوس لكلفن. اياك حد فيكو يقول لي انا هحول من سيليزيوس لكلفن بعد ما اعملهم ماينس. لا، درجه الحراره الاولى هقول عليها تي 1، درجه الحراره الثانيه هقول عليها تي 2، وبعدين بقى كده يا مستر معايا هنا تي 1 اهي ومعايا هنا تي 2. انا بحول قبل الشغل، بتحول كل حراره لوحدها. طب وبعدين هو القانون هنا فيه دلتا تي. بعدين given that the specific heat، كميه الحراره المحدده بتاعتي of cover يساوي 385. وبص هنا الوحده عشان اتاكد انك صح، كيلو جرام كلفن. عارف لو هو كان عاطيك السبيسيفيك هيت بالجرام والسيليزيوس كنت هتشتغل بالسيليزيوس والجرام. هو هنا عطاها لك بالايه؟ كيلو جرام، فهتشتغل بالكيلو جرام. طب يلا بينا. الماس بكام؟ اتاكد كيلو جرام 0.3. طيب السبيسيفيك هيت هو مديهولك اهو 385 تايمز الدلتا تي. فين الدلتا تي؟ تي 2 ماينس تي 1. الارقام بتاعتي تي 2 بكام؟ تي 2 بكام؟ 2 ولا كام؟ معلش مش شايف. 3 4 3 ماينس 2 9 3. حد يقول لي الشغلانه بكام؟ اهو هو حسبها لنا. ترجع تطلع معاك ب5 7 7 كام؟ ايوه 5. حضرتك واكل صدق حنك ولا ايه؟ 5 7 7 5. ايه ده؟ ايه ده؟
ده كده حسبت الكيو وحدتها ايه؟ جول يا باشا، جول يا بيه. واحد بقى يقول لك ايه؟ على فكره انت كده كده ال 273 لو ما زودتهمش عادي. انا عارف ليه؟ هو انا مش شايل 273 يعني تعملوا ماينس هيروحوا مع بعض. بس انا برضو انا بحب امن نفسي. اي سبيسيفيك هيت، اي سوري تمبريتشر، حوله من سيليزيوس لكلفن قبل ما تعمل اي شغلانه. تعالى كده بقى نشوف الحل اللي هو حله. بص الراجل عامل ايه المحترم؟ عمل كالاتي، قال لك 0.3 تايمز 385، هنا زود عليه 273 وعملهم ماينس هما الاثنين، طلع له الرقم بتاع الكيو. يبقى كيو ده يعني ايه؟ دي كميه الحراره اللي انا محتاجها اسمها كيو. ثانيه واحده، اطلع لقدام بس، صلوا على النبي. لو هو قال لك معايا 1 كيلو جرام من الووتر ومعايا 10 كيلو جرام من الووتر، مين السبيسيفيك هيت بتاعه اعلى؟ مين؟ هتقول لي مستر معنى كلمه سبيسيفيك هيت يعني ايه؟ كميه الحراره اللي انا محتاجها عشان اتسخن. تقول لي اكيد ال 10 كيلو جرام ميه، بلاش 10 دي عشان رقم صغير، فهتقول لي نخليهم ايه؟ 100. ال 100 كيلو جرام ميه اكيد محتاجه حراره اكتر. ارد اقول لك يا برنس خلي بالك، خلي بالك بالله عليك، السبيسيفيك هيت يا معلم بتشتغل بس على 1 كيلو جرام. يعني سيادتك هتيجي هنا تاخد 1 كيلو جرام، ما هو كله على بعض 1 كيلو جرام ما تفرقش. هتيجي من ال 100 جرام تاخد عينه 1 كيلو جرام. يعني محدش يقول لي كلمه سبيسيفيك هيت بجيب المركب واشتغل عليه. لا لا، انا يعني مثلا عايز احسب السبيسيفيك هيت بعمر سلمان، هاخد منه ايه؟ جسمه كله؟ هاخد منه 1 كيلو بس. طب مستر سؤال، دي 1 كيلو من ايه؟ ميه. ده 1 كيلو من ايه؟ من الميه. بص بقى، بص نفس المركب، طالما عندنا نفس المركب يبقى عندنا نفس اس. هنا ميه وهنا دول ايكوال. يبقى تاني محدش يجي يقول لي دي تريك، على فكره تريك تقيل وممكن حد يسالك بقى يعمل لك فيها جامد. لا سهله بس عايزك تركز فيها. 1 كيلو جرام من الميه مع 100 كيلو جرام من الميه، دي ميه ودي ميه، اياك تفرق معاك ابدا. محدش يقول لك 1 كيلو جرام حديد و10 كيلو جرام حديد، مش ده حديد وده حديد. طالما عندي نفس المركب انا اوريدي باخد من الحديد عينه وباخد من الحديد عينه. طب ما ده حديد ده حديد، يبقى عندهم نفس السبيسيفيك هيت. جميل. سؤال كمان، لو عايز ارجع بس ايه اكتبه، يعني ارجع بالفيديو واكتب الحاجه دي عشان تبقى مركز فيها. لو انا قلت لك ان انا معايا، حلوه دي، 4.18، لا عايزين رقم تاني، 2 جول بير جرام دوت سيليزيوس. عايز احولهم ليه؟ جول بير كيلو جرام دوت سيليزيوس. ايه ده؟ براحتي اعمل اللي انا عاوزه باشا. هو ده اسمه ايه؟ جرام. وده اسمه ايه؟ سيليزيوس. وده اسمه جول. ده جول وده جول، مفيش تحويل. ده سيليزيوس وده سيليزيوس، ماشي. الاختلاف فين؟ في الجرام والكيلو جرام. اوه ماي جاد. هعمل ايه يا اخوان عشان احول من ده لده؟ صلي على النبي. هتقول لي عشان مستر عمر انت قايل لي عشان احول من جرام لكيلو جرام. سامحني ان الاسئله دي اسئله متفوقين. هعمل ايه؟ الصغير ناقص تايمز 10 باور نيجاتيف 3. جميل. هتقولي خلاص هضرب ده تايمز 10 باور نيجاتيف 3. يجي المدرس يضحك عليك يقول لك ها مش ذكي حبيب قلبي. هقول له ليه؟ هيقول لي اسمعني، هو الجرام موجود فين؟ فوق الفراكشن ولا تحت الفراكشن؟ تحت الفراكشن. طب ده موجود فين؟ تحت الفراكشن. يبقى انا عايز اضرب، عايز اعمل مالتيبليكيشن لحاجه موجوده تحت الفراكشن. اوصل لها ازاي؟ بص هعمل ايه بقى؟ تايمز 1 اوفر ايه ده؟ يعني واحد وتحتيه، يلا بينا، 10 باور نيجاتيف 3. يبقى كده ال 10 باور نيجاتيف 3
هتضرب اللي تحت. انت عارف لو انت كنت سيادتك عملتها تاني 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 عشان الناس اللي قالت لي تاني سامعك وحاسك وشايفك وكل حاجه. الجرام موجود تحت والكيلو جرام موجود تحت. انا دلوقتي لو عايز اعمل مالتيبليكيشن، عايز اضرب مين؟ عايز اضرب الجرام. عايز اضربها في كام؟ اهو تايمز 10 باور نيجاتيف 3. لو انت عملت تايمز 10 باور نيجاتيف 3 على طول فانت تضرب من فوق. انا عايز اضرب الحاجه من تحت عشان اضربها من تحت. في حاجه اسمها نيمونيتور وحاجه اسمها دينومينيتور. جميل. انا عايز اضرب الحاجه من تحت يبقى اعملها تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تحت فراكشن وفوق احط واحد. ساعتها يقدر ان هو يحول لي من جرام لكيلو جرام. تعالى يلا بينا بقى نخش على المساله اللي وراها والقاعده بتاعت المساله. شباب سريعا بقى، بص يا حبيبي، لو انا قلت لك دلوقتي انا معايا ميه، يبقى هنا معايا كميه من الميه، ماشي. كميه الميه دي فهي هيكون ليها درجه حراره temperature T1. هستأذنك لو سمحت، انا هشرح المساله دي بالبلدي كده ايه، بابسط طريقه بابسط اداه، وبعد كده الحصه الجايه في السنتر هتلاقيني شرحتها لك الشكل الصعب بتاعها بقى عامل ازاي. فانا بقول لك ان عندي ايه، بقول لحضرتك ارجع بقى، انا عايز ارجع. ماشي بس خلاص بس. بقول لحضرتك يا بيه ان عندي قدامك ميه درجه حرارتها زي الروم تمبريتشر. هي درجه حراره الجو كام الطبيعيه؟ حد يقول لي كده درجه حراره الجو الطبيعيه كام؟ 25 درجه سليزيوس. دي درجه حراره الروم الطبيعيه. شاطرين. لو انا جيت زي الراجل الشطور نزلت هنا مكعب حديد، بالبلدي حته حديده اهي، وحته الحديده دي هوت سخنه. هي حته الحديده دي لو سخنه ما هي كمان ليها تي 1، ماشي. ده سخن تاني، ده سخن، اما ده عادي. درجه الحراره هتتنقل من جوه لبره، من الهوت للكولد. العلماء قالوا مستر لو الحديد فقد مثلا 20 درجة حرارة، ده درجة ماشي، لو الحديد فقد 20 درجة فالمية هتكتسب 20. يعني ايه؟ يعني كمية الحرارة اللي هو عمل لها لوز، الهيت اللي حصل له لوز هو نفس الهيت اللي حصل له جين. ده سؤال، خلي بالك نقطة كبيرة. تاني أنا عندي جسمين نفس السؤال، جسم 100 وجسم 80. قلت لك الاتنين السخن هيدي ساعة لحد ما الاتنين يبقوا قد بعض. بالله عليك ركز. فالمية هتدي 80 كمية من الحرارة، والحرارة اتحركت دي اسمها هيت، ماشي، لحد ما يوصل 90 وده ما يوصل 90. فأنا هقول كمية الحرارة ده طالع وده داخل منه حرارة أو داخل ليه حرارة. هنا طالع مننا كام؟ هنا هيطلع مني 10. طب هنا هيخش لي حرارة كام؟ هنا هيخش لي حرارة 10. فاللي أقوله لك كده الحرارة اللي طالعة هي نفس الحرارة اللي داخلة، بيسموها ايه بقى؟ كيو لوز يساوي كيو جين. يبقى القاعدة ايه؟ الحرارة اللي طالعة تساوي الحرارة اللي داخلة. اسمع كده، مع اختلاف ايه؟ الساين. ايه الساين ده يا رجالة؟ الإشارة. يعني ايه اختلاف الإشارة؟
اللي بيفقد بياخد نيجاتيف، واللي بيعمل جين بياخد بوزيتيف. انا فقدت 10 يبقى انا نيجاتيف 10. طب انت اكتسبت حراره 10 يبقى انت بوزيتيف 10. نيجاتيف دي معناها ان هو طلع بره يبقى عمل ريليز. اما بوزيتيف ده يعني الراجل عمل اب زورب، امتص حراره. يبقى من هنا ورايح لو قال لي الحديد فقد حراره 700، يبقى انا هاجي كده اقول ان الايرن لوز 700. مش هكتب بقى لوز بقى نيجاتيف 700. من هنا ورايح نيجاتيف وبوزيتيف معناها طلع ودخل. دلوقتي انت صرفت من جيبك 700 جنيه، فانت تقول انا طلعت نيجاتيف 700. نيجاتيف 700 من ايه؟ طلع 700. يبقى الراجل الطيب ده طلع حراره 700. يبقى الميه هتكتسب كام؟ طبعا مع العلم ان مفيش حراره هتطلع بره الميه والحديد. معلومه. يبقى الميه بتاعت حضرتك هتجين كام؟ هقول بلس 700. شكرا. يبقى الحراره اللي طالعه تساوي الحراره اللي داخله مع اختلاف الاشاره. تقول كيو لوز يساوي كيو جين. طبعا مين اللي بيفقد؟ الناس الهوت. مين اللي بتكتسب؟ الناس الكولد. عايز اقول لوز هاخد اشاره نيجاتيف، عايز اقول جين اديله اشاره بوزيتيف. حلو قوي قوي قوي. يلا بينا بقى، انا همسح على طول. عايز تاخد سكرين ماشي، اكتب ورايا ماشي. بص يا باشتنا، اللي هيحصل كالاتي. يلا بينا وريني. بيقول لحضرتك ان ايزوليتد سيستم يعني نظام معزول، يعني نظام مفيش حد مفيش حاجه، مفيش حراره طالعه بره. يلا مادتين مع بعض، مادتين اللي طالع يساوي الحراره اللي داخل. طالع منك حراره يبقى انت على طول تقول لي ايه؟ مستر هنا القاعده كيو لوز، لو حتى مش مكتوبه اكتبها انت، تساوي كيو جين. ايه ده؟ لوز يعني ياخد اشاره نيجاتيف، جين ياخد اشاره بوزيتيف. كمل. اهي نيجاتيف كيو لوز يساوي نيجاتيف كيو جين. ايه ده؟ هي كل كيو من دول تساوي ام سي دلتا تي. ام سي دلتا تي. واقول لك حاجه حلوه، هما الاتنين هيفضلوا ينقلوا حراره لحد ما الاتنين يكون عندهم في الاخر نفس التي 2. انا هفضل ادي حراره لحد ما احنا الاتنين نكونوا قد بعض في درجه الحراره النهائيه. يلا بينا مساله. بيقول لك في المساله هنا a piece of aluminium its mass 200 جرام. ماشي، يبقى انا معايا الومنيوم وزنها 200 جرام. اولا ده ماس، ماده اسمها ايه؟ الومنيوم. ماشي. and temperature 80 سيليزيوس، درجه حرارتها 80. ايه دروب ووتر ات روم تمبريتشر. يبقى احنا كان معانا كوبايه ميه اهي. بالله عليك ركز، ركز يا جاتا. انا هنا انا معايا كوبايه ميه، والميه اللي موجوده هنا ات روم تمبريتشر، درجه حراره ايه؟ الجو، اللي هو كام؟ 25 سيليزيوس. ماشي. وانت حطيت جواها قطعه من الالومنيوم، واحده واحده بس. قطعه الالومنيوم دي مالها؟ قال لي وزنها يا معلم في كام الوزن؟ فين الوزن؟ وزنها 200 جرام. ماشي. ودرجة حرارتها الأول كان 80، يبقى تي 1 يساوي 80. بعد كده ذا فاينل تمبريتشر، في النهاية درجة الحرارة 40، يبقى هما الألمونيوم فضل يدي حرارة للووتر لأن هو أعلى منه لحد ما وصل لتي 2 40، ودي الفاينل ليهم هما الاثنين. ماشي. السؤال هنا بيقول ايه؟ عشان برضه تبقى عارف السؤال لان هو ما كملش السؤال. مكتوب كمان السؤال. بيقول هنا ايه؟ calculate the amount of heat gained by water. ارجع بقى واعطيني السبيسيفيك هيت بتاع الالومنيوم والسبيسيفيك هيت بتاع الووتر. ثانيه بس، ثانيه. 8 9 7 جول بير كيلو جرام كلفن. ارجع بقى، صلوا على النبي.
بيقول لي احسب الكوانتيتي، كمية الحرارة اللي راحت للمية. طب أولا دول كام مادة؟ الحق، مادتين. ايه ده؟ دول تو سابستنس، مادتين مختلفين في درجة الحرارة. كمية الحرارة اللي طالعة تساوي نفس كمية الحرارة اللي داخلة. فأنا هعمل كده، كيو ألمونيوم تساوي كيو ووتر. مين اللي هيفقد؟ يا مستر الألمونيوم هيعمل لوز، أما الراجل ده هيعمل عملية جين. اللي هيعمل لوز ياخد إشارة نيجاتيف، واللي يعمل جين ياخد إشارة بوزيتيف. ماشي، بوزيتيف، امين. نكمل. الراجل اللي عمل لوز الومنيوم، ما هي لو انا حسبت الكيو بتاع الالومنيوم هقدر اعرف الكيو بتاع مين؟ الووتر. جميل. طب واحده واحده على مين؟ هو الكيو بتاعت الالومنيوم تساوي ايه؟ ام سي دلتا تي. ماشي. انا بتكلم على مين دلوقتي؟ الومنيوم. طبعا هو عاطيني السبيسيفيك هيت بتاع الالومنيوم فكتر خيره، بس اعطاها لي جول بير كيلو جرام كلفن، يبقى انا هشتغل كيلو جرام وكلفن. الام عندنا بايه؟ قال لي ب 200 جرام. اصحى. يبقى انا هعمل 200 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. ادي كده حطيت الام. سي رقم هو مديهوني، كميه الحراره اللي انا محتاجها بتبقى جيفن اهو، تايمز دلتا تي. هو كان كام؟ كان 80 بقى 40. انا مش هعمل الصغير ماينس الكبير والكلام ده، ولا الكبير الصغير، انا هعمل التاني ماينس الاولاني. ماشي. مين التاني؟ 40. بس هعمل خلي بالك بلس 2 7 3 ماينس، ما انا بحولهم اهو، 80 بلس 2 7 3. حلو قوي. يبقى انا عملت الاثنين دول ماينس بعض. حلو. نحسبها على الكالكوليتور. ثانية ماشي. طب احسب لنا، هو كده طلعها في الصفحة اللي وراها اكيد. ها شوف بس اطلعها لنا بكام؟ بكام 7 1 7. ارجع. طلعها لنا بكام يا رجاله؟ 7 سوري نيجاتيف 717 جول. ثانية واحدة. يبقى الألمونيوم أنا كده فهمت الكيو بتاعة الألمونيوم نيجاتيف 717 جول. هو إيه نيجاتيف ده؟ ماس؟ لا والله معناها طلع. تاني، جبنا الإم، جبنا السي، جبنا الدلتا تي، وعرفنا ان الالومنيوم طلع 717. يبقى الميه هتكتسب كميه الحراره اللي طالعه تساوي نفس كميه الحراره اللي داخله مع اختلاف الاشاره. ده طلع، فاقول ده بوزيتيف. ده دخل كام؟ نفس الطاقه 717. يبقى هو ده اللي هو طالبه وجول. طب امسح بقى ده. بص يا باشا، شغل. بيقول لي هنا ان وكالكوليت ذا اماونت اوف ووتر جين. يلا السوليوشن، ادي الحل على طول. بيقول لي حل كيو نيجاتيف كيو الومنيوم، يبقى الحراره اللي طالعه من الالومنيوم تساوي بوزيتيف، يبقى الحراره اللي داخله في الميه. وقال لك هنا عمل 40 ناقص 80. طب انت مستر انت عملتها بلس 273 وعملت هنا بلس 273. ما انا عايز اقول لك ان ده هو ده، ما تفرقش، بس انا بعمل كده عشان اعودك دايما انك تحول من سيليزيوس لكلفن. اللي بقى هنا زي ما انت قال ان الالومنيوم ام سي دلتا تي، معانا الام ضربها بنيجاتيف 3 ليه؟ عشان نحولها لكيلو جرام. وده رقم ثابت هو مديهوني، الله يكرمه. الحل الوحيد مش هديك فيه رقم الميه، لانك حافظ ان الميه بتساوي 8.140. ده اللي انت حافظه. طب اخيرا، والرقم نيجاتيف 40 اللي هو لما عملهم ماينس. طلع له كام؟ طلع له النيجاتيف. نيجاتيف دي معناها ايه؟ والله معناها طلع اللي هي ريليز. عايز تقول لوز محدش هيزعلك. افتح هتلاقي النيجاتيف معناها ريليز. الله عليا. فالميه هتبقى لان ايه؟ هي نفس الحراره
اللي عمل لها لوز هي نفس الحراره اللي عامل لها جين، مع اختلاف الاشاره، لوز نيجاتيف جين بوزيتيف، فهو حط الميه بالبوزيتيف. يلا بينا، تلاقي الميه بوزيتيف معناها ابزورب او جين. اللي بعده، في النقطه اللي بعدها بيقول لي the important of high specific heat of water. ليه الميه اساسا عندها هاي سبيسيفيك هيت؟ ليه الميه اساسا قويه؟ ليه الميه اساسا جامده؟ الميه جامده نتيجه لوجود حاجه خدناها اول السنه، نتيجه لوجود رابطه زياده، رابطه جامده اسمها عندي هيدروجين بوند. فاكر لما قلت لك الاو ليه ما مرسومه؟ الاو ماسكه في اتش، ماسكه في اتش، كانت الرابطه اللي جوه دي بتاعت ال H2O، ايوه دي اللي جوه دي، الرابطه دي كان اسمها عندي ايه يا رجاله تفتكر؟ كوفيلنت. بس انا قلت لك ده اسمه موليكيول، ودي لوحدها كده اسمها موليكيول، ودي لوحدها كده اسمها موليكيول. قلت لك يا باشا سبحانك يا الله، كل موليكيول وموليكيول بيعملوا، اسمع الجمله دي تفتكرها، رابطه اضافيه غير مرئيه جامده قويه هيدروجينيه اسمها ايه؟ هيدروجين بوند. اسمها ايه؟ هيدروجين بوند. الاماره كانت الاتش دي بتعمل هيدروجين بوند ودي بتعمل هيدروجين بوند. قلت لك ان الميه بتتسحب من تتمسك هنا وهنا وهنا وهنا، يبقى الميه عامله بوند، افتكر الجمله دي، اضافيه جامده قويه. اسمها ايه رابطه اضافيه جامده قويه دي؟ اسمها عندي يا رجاله هيدروجين بوند. فبسبب وجود رابطه زياده فمخليه الميه جامده، ميه جامده بتستحمل يعني محتاجه حراره عشان تسخن، محتاجه حراره يعني السبيسيفيك هيت بتاعها عالي، محتاجه وقت، اللي بياخد وقت عشان يسخن بياخد وقت عشان يبرد. كام بقى؟ كان 4.180 الوحده جول بير كيلو جرام دوت كلفن. اللي بعده قال لي هنا واحده واحده بقى كده عشان دي حته حلوه. سيادتك في عز الحر فتبقى زعلان فبتسمع كده اغاني، فتلاقي نفسك مره واحده ايه، طلعت كده قلت ايه اما اطلع على البحر كده شويه، اعمل ايه؟ اما اتفرج لي ايه، اقعد كده عشان الجو حر. الناس في الحر تلاقيها واقفه قدام البحر والبحر جاب طراوه. نفس الفكره بالظبط بتاع عم احمد بتاع الحاجه حلوه، او عم محمود اللي فاتح كشك عند البيت، او عم مدحت اللي بيرش ميه، اللي كلهم يجوا كده في الصيف في عز السخونيه يجيب جردل الميه ويطلع في الشارع يرش. يجي بتاع القهوه تلاقيه ماسك خرطوم الميه وبيرش في الشارع. تقول له بتعمل ايه؟ يقول لك بعمل طراوه. ايه يعني ايه بتعمل طراوه دي؟ بجيب طراوه. ايوه يعني ايه بتجيب طراوه؟ هقول لك. هو انت يا معلم لو تتخيل كده ان انت بليت نفسك بالميه، اول ما بتبل نفسك بقى بتحس ان في طراوه، جميل، لان الميه سبب من اسباب انها بتخلي الهواء ساقع. طب استنى كده واحده واحده معايا. هل الميه بتسخن بسرعه؟ هتقول لي لا. طب ايه اللي هيحصل؟ الهواء اللي موجود عندنا في الجو فهو هواء سخن. خلينا نتكلم بقى على بحر ورمله. يبقى ده اهو بره كده، هنقول يا عم ده اسمه اللي بره ده اسمه ساند، او اسمه روك، او اسمه لاند، اللي انت عاوزه. كل اللي بره دول بيكونوا طبعا عشان دول عندهم سبيسيفيك هيت قليل يعني بيسخنوا بسرعه، بيكونوا هوت. لو جيت مشيت على الرمله بتاعت البحر تلاقي رمله البحر سخنه نار. فقال لي يا مستر سبحان الله، الهواء اللي عند رمله البحر دي ماله الهواء ده؟ بيكون سخن. يا جماعه انا ممكن اشيل دي عشان اعرف ارسم؟ لا بس عايز اوريها لهم بس قبل ما يبقى مرسوم. هنقوله دي رملة البحر، ماشي، ودي شوية صخور اهو. يلا بينا صلوا على النبي. ومين ده بقى؟ ده البحر. نمسك واحدة واحدة. بالنهار البحر بياخد وقت عشان يسخن،
فبنقول ان السبيسيفيك هيت بتاعه عالي، محتاج حراره عاليه. اما ده الرمله او الصخره السبيسيفيك هيت بتاعها قليل. ليه؟ لانها بتسخن بسرعه. بص بقى، الهواء الجو تخيل، ايوه، الهواء اللي بيكون ملامس لللاند، للارض، سواء بقى كان ساند او كان روك، يبقى الهواء اللي عند روك، اسف، يلا بينا يا رجاله. الهواء اللي موجود هنا يا رجاله، اللي فوق الرمله او فوق الجبل، لو انت في حته صحراء او جبل هتحس ان الهواء اللي طالع سخن، هواء صهد، عارف بالظبط اكنك ماشي في حته اسفلت وفي شمس. الاسفلت بيسخن بسرعه فبيخلي الهواء اللي فوقيه سخن. الهواء اللي فوقيهم بيكون هوت. فالهواء ده لما بيبقى سخن، ركز بالله عليك، سخن، اللي بيحصل ان الدينستي بتاعته يحصل لها ديكريز، بالبلدي بيكون خفيف. يبقى الهواء لما يكون سخن بيبقى تقيل ولا خفيف؟ خفيف. ليه؟ ترك الحاجه ده في الطبيعي، الحاجه لما بتسخن بيحصل لها اكسباند ما بين المولكيولز وتطلع فوق. الهواء السخن بيكون خفيف فبيبدا يطلع فوق، بيبدا جو اب، يبقى اصبح الهواء السخن موجود هنا. ده ايه ده؟ ده هوت اير. مع مرور الوقت يبدا ان الهواء ده واحده واحده يحاول يرجع تاني في السايكل، وهو راجع بيعدي على السيرفس بتاعه الميه. قول لي بقى، هي بالنهار الميه سخنه ولا ساقعه؟ لا تقول لي مش سخنه، لان هي بتاخد وقت، بتسخن على المغربيه. يعني طول النهار الميه بتبقى عاديه، بيقولوا عليها كول. يعني ايه كول؟ درجه حرارتها كويسه بالنسبه لنا، او ساقع. اول ما الهواء يبدا واحده واحده يبرد ويرجع تاني، بيخبط في سطح الميه. لما يخبط في سطح الميه، فالميه بتبدا تخلي الهواء بعد ما كان هواء سخن، اكني عملت ايه؟ اخدت الهواء بردته عند الميه، فالميه الووتر بتاعتي بتبرد الهواء. طب لما هبرد الهواء فهيطلع لي من عند البحر هواء ساقع، هواء حلو. فانت لما تيجي تاخد عايز تقعد كده في جو كويس، بتروح واقف على الشط. هل بتروح تقف عند الجبال؟ لا. هل بتقف عند اخر الرمله؟ لا، بتروح تقف على الشط. ليه؟ الهواء السخن كده كده موجود في الجبل او في اللاند، فبيبقى خفيف فبيطلع فوق، يمشي شويه ويرجع تاني، يجي ناحيه الميه، فالميه اوريدي كول، الميه درجه حرارتها كويسه، فتبدا انها تبرد وتسقع الهواء. فتبدا ان مع التيارات تروح زقلك هواء. دايما وانت واقف كده على مكان فيه بحر، تلاقي المكان اللي فيه بحر، المكان اللي كله جبال سخن، كله رمله سخن، المكان اللي فيه بحر طراوه. كلمه طراوه ده نتيجه لمين؟ ان الميه خلت الهواء اللي فوقيها ساقع، فكونت حاجه اسمها اللي انت سامه ده، اسمه نسيم البحر. ايه نسيم البحر؟ البحر بيطلع النسيم بتاعه، اسمه عندي ووتر بريز. نسيم البحر. ايه ده؟ البحر خلى الهواء اللي فوقيه ساقع، زي الراجل بالظبط. هقول لك على حاجه، الراجل بيرش الميه على الارض قدام القهوه، فتلاقي القهوه كده بقت طراوه. ايه ده؟ جت منين؟ ما الهواء اوريدي كان سخن، بس الميه لما بقت موجوده على السطح خلت الهواء اللي موجود بعد ما كان سخن بقى ايه؟ ساقع، فعمل نسيم اللي هي الطراوه. معنى كلمه نسيم البحر اللي هي مش عارف تكتبها ازاي، بالطه ولا بالتاء؟ طراوه. طراوه. صح غلط ما تزعلش مني خلاص. ده اسمه ايه؟ الطراوه دي اسمها بريز. وده نتيجه لايه؟ نتيجه ان البحر او اي ميه بتحتاج حراره عاليه، فسبحانك يا رب الميه هنا اخذت وقت كبير. عايز تصور دي صورها، يلا بينا واكتبها. تعالى بقى نشوف الميه اللي بتمسك نفسها وبتمسك حرارتها من السقوعيه، من السخونيه، تقعد وقت كبير قوي عشان تسخن، مؤثره على الهواء، مخليه الهواء ساقع. يلا اهو الميه كان الهواء كان ورم،
فانا هقول ان هو كان لو دينستي. معنى كلمه لو دينستي يعني كان خفيف، وبعدين فطلع فوق شويه شويه وراجع تاني، وهو راجع بيعدي على سطح الميه. اول ما يعدي على سطح الميه يبدا ان هو يبقى كول. حلو. اول ما الهواء بالبلدي كده برد يبدا ان هو يجي علينا واحنا واقفين هنا البني ادمين، فالهواء اللي يجي لنا بارد، فده بنسموه بريز. يبقى ايه بريز ده يا رجاله؟ ووتر بريز، اللي هو نسيم البحر، اللي هو يا رجاله الطراوه. اللي بعده، النقطه اللي بعدها بيقول ذا افكت تمبريتشر. يلا بينا بقى، دي حته سهله كده. تاثير درجه الحراره على الكائنات الحيه. ممكن اقول لك على حاجه، الميه تاني قلت لك الميه بتاعتي سبحان الله ستيبل مستقره، مهما سخنتها ما بتطيرش ما بتبخرش كتير، مهما سخنتها محتاجه حراره عاليه قوي عشان انها ايه، تبدا انها تسخن او تبرد، فبتحاول تحافظ على درجه حرارتها. خلاص، او درجه حرارتها مهما عطيتها من الحراره مش هتتغير، او هتتغير حاجات بسيطه. لكن لو الميه كانت ضعيفه وخفيفه بتسخن بسرعه او بتبرد بسرعه، كان زمانها موتت الكائنات والحيوانات والكائنات والاسماك اللي موجوده فيها، لان هم هيتاثروا بتغير درجه الحراره. تخيل كده، هقول لك على حاجه، انت كنت قاعد في مكان حر ومره واحده دخلت في مكان تكييف، طلعت من التكييف للحر، انت هيجي لك برد وممكن من كتر كده تموت. السمك برضو عايز يعيش في جو مستقر، فربنا خلاله الميه درجه عندها ايه سبيسيفيكيت ايه عالي، يعني محتاجه حراره ايه كتير، تقعد وقت ايه طويل. فكل ده مخلي الميه بتاعتي ستيبل. ستيبل يعني ايه؟ مستقره. تعالى كده، the warm surface as we go down. طبعا الميه من فوق بتبقى warm. warm يعني ايه يا رجاله؟ دافيه. ليه؟ طبعا عشان هي في شمس. as we go down in zips، واحنا نازلين تحت بتبقى الميه colder ساقعه. الكولر ريف، اسمع بقى، يعني الشعب المرجانيه والاكواتيك بلانت، النباتات الاثنين دول نباتات وشعب مرجانيه ما بيستحملوش السقعه. كانت live in cold water due to the change in climate may be die. يعني الكائنات ما بتستحمل. دول بالذات اشمعنى دول؟ دول محتاجين يبقوا فوق عشان يبقوا قريبين من اشعه الشمس عشان يعملوا عمليه الفوتوسينثيسيس. فانا بديك معلومه، الشعب المرجانيه والنباتات البحريه، وممكن تزود عليهم كمان الالجي لو زعلان مني، كل دول لازم يكونوا موجودين على السطح. ليه؟ عشان يعملوا فوتوسينثيسيس ويبقوا موجودين في مكان وورم. يبقى دول بيحبوا الدفا، تحت درجه الحراره ساقعه، ولو اتغيرت عليهم درجه الحراره يحصل لهم ايه؟ هيموتوا وبسرعه. اللي بعده اهو مدير الشعب المرجانيه. ثانيه ثانيه ولادي، الكالسيوم حاجه سوري جاوبتها. الكورال ريف او كولرز، مش دي حاجه ناشفه؟ فاكر كان مصنوع من ماده اسمها ايه؟ كالسيوم كربونات. اللي بعده 14 بيقول ذا هاي سبيسيفيك هيت اوف ووتر. يعني كلمه هاي سبيسيفيك هيت يعني ايه؟ يعني الميه بتحتاج حراره كتير، يعني الميه بتاخد وقت، يعني الميه مش بتغير حرارتها بسهوله. كده فهمتها لك خالص. The water play a role in stability. اهي والله العظيم، اهي نقطه الميه دي stable of the water temperature. كل اسطح الميه اللي شايفها دي stable. هنا can absorb large amount of heat without change، او ممكن تقول very small change. بيحصل تغيير صغير قوي 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 غير محسوس. يبقى هنا الميه لا تتاثر بالحراره بشكل كبير، يعني بالبلدي الحراره ما بتاثرش في الميه بام الطخ يعني. امال ايه؟ بتاثر بيها بشكل عادي. يعني ليه بشكل عادي؟ لان الميه بتاعت حضرتك يا باشا محتاجه حراره عاليه. وتخيل بقى بحر، انت بتشغل مش حله، لا ده بحر ومحيط، عشان يبدا يسخن محتاج حراره. يبقى الشمس راحت، يبدا ان هو يفقد الحراره. فالتاثير ايه؟ حاجات بسيطه. لو ان هو كده بيتقال عليه ستيبل. طب هو لو ما كانش ستيبل كان قاعد يتاثر بسرعه، يسخن بسرعه، يبرد بسرعه، يسخن بسرعه، يبرد بسرعه، يموت الكائنات البحريه اللي موجوده فيه. اللي بعده في نقطه 15 بيقول حلو قوي كده، بيقول لي هنا ايه؟
absorbs large amount of heat with a small effect. ايه الجمله اللي احنا قلناها؟ بيمتص كميه حراره كبيره والتغيير بتاعه صغير. ليه؟ عشان السبيسيفيك هيت بتاعه عالي. ليه؟ عشان هو راجل ستيبل، وده بيحافظ على الكائنات الحيه. اللي جايه دي بيقول لي then release energy slowly at night. لو نزلت بالليل البحر، مش بالليل، قلت لك اول ما المغرب كده يجي كده هتلاقي الميه دافيه. ليه؟ قلت لك اللي بيقعد وقت عشان يسخن بيقعد وقت عشان يبرد. معلومه كده سريعه لو سمحت. في كائنات بتحب تعيش في السخونيه، وفي كائنات بتحب تعيش في السقعه. ناس اسمهم اصحاب الدم الساخن والتانيين اصحاب الدم البارد. الناس اللي تقدر تعيش في السخونيه مثلا زي التعبان ده يقدر يعيش في السخونيه عادي جدا. في ناس بتعيش في السقعه وفي ناس بتعيش في السخونيه. تعالى كده واحده واحده. The thermal stability important for sustainability. معنى كلمة sustainability يعني استمرارية. أيوة طبعا. كلمة thermal يعني حرارة. balance يعني إيه؟ توازن. لازم الحرارة يبقى فيها توازن حراري. لازم في balance of marine life. جميل. protect the living organism from change life of cold blood. ايه ده؟ عندي كائنات دمها بارد بنقول عليها ايه؟ بص بقى. بو كيلو، يبقى تاني بوي كيلو ثيرمس. تاني اسمها يا رجاله ايه؟ كلمة ثيرم يعني حرارة، ودي سماها كيلو. بوي، يلا بينا. بويو كيلو، يلا بس خليك سينا. لا، بويو كيلو ثيرمس. تاني اهي بكيلو، يلا بويو كيلو ثيرمس. تاني اهي بويو كيلو ثيرمس. ايه يعني ايه الجمله دي؟ دول كائنات الدم البارد بيعيشوا في مناطق الساعه. هنا ايه؟ ان ديب اوشن، قاعدين تحت في قاع الميه، لان الميه تحت ايه؟ ساقعه. دي معلومه. بيقول لك لازم يبقى في استقرار وتوازن، فوق سخن تحت ساقع. الناس اللي عايشه فوق وما بيتغيرش حاولوا يحافظوا على درجه حرارتهم، عشان فوق محتاج زي الالجي كده والاكواتيك بلانتس وبعض الحيوانات وبعض كمان الاسماك، الحيوانات البحريه وبعض الاسماك. وعندي بعض الكائنات بتموت وتعيش في قاع الماء. بص طول ما احنا نازلين وتاخد بالك درجه الحراره بتقل، هي تموت وتعيش في الساعه. اسمهم ايه؟ اصحاب الدم البارد. بيوكيلو ثيرمس. تاني بيوكيلو ثيرمس. دول بيعيشوا في الديبس اوف ووتر. ليه كده يا مستر؟ عشان يحصل استابيليتي عندهم. وبالبلدي اللي يعيش في الساقع يعيش، اللي يعيش في السخن يعيش. كده كده الميه مستقره لان السبيسيفيك هيت بتاعها عالي، فما بتتاثرش باي حاجه بسهوله. وبكده نكون الحمد لله انجزنا وخلصنا الحصه. اسف والله لو تقلت عليك في حاجه، حاولت بشكل كبير ان اكون عندي كم من الضمير. والله ما في كلمه قلتها على البورد جريت فيها حته واحده. مش عايز اضحك عليك، مش عايز اضيع مجهودك ومجهودي عشان حاجه واحده ممكن ما تتقالش. كل حاجه اتقالت، كل حاجه بتتقال بالتفاصيل عشان سيادتك يبقى عندك قدر كبير من الاستيعاب. الحصه دي الحصه دايما لما باجي اسال عليها بمتحن فيها بمتحن الحصه اللي بعدها. والله انا بعمل كده لمصلحتك ومصلحتي ومصلحه ولي الامر. شد حيلك، انا كده مبسوط. خطوات النجاح هي محتاجه كفاح ومجهود. بحبك جدا والله يا اولى ثانوي، والله بحبكم جدا، ومن القلب بقول لك we never give up.